الخير. يا اختي صباح الخير. اللهم اصبحنا واصبح الملك لله. صباح الخير، جمعة مباركة. شوفوا ما احلى اليوم، الشتا برا وانا لابس برنص. البرنص هذا لابسه يعني طالع فيه قصة وفضيحة، لانه صراحة صار لي فترة غايب عنكم، وانا انسان بحب النصيحة والفضيحة. يعني انا ما بصير اذا ما فضحت، ما نزلت حقائق، ما طلعت مسخت، ما طلعت تشرشحت، ما بحس حالي اني كامل صراحة. اذا ما طلعت مسخت وجماعات بيستاهلوا المسخ، ما بحس حالي كامل. نو واي. وخصوصي دار كرزون. دار كرزون عالم من القحبي، لازم اطلعه للعلني. وانا صراحة فترة تاركهم على راحتهم، لانه عنا الدنيا شايفين شو الوضع، وبديش يقولوا ليه عامل خزانة اضافية بغرفة لبسه بس كلها اواعي ميدو واواعي زين المسخرة، وعامل بس يتفهلك وضحك ومسلسل 7 نجوم ومنسي الناس همهم ومضحكهم وناسي شو بصير عندهم. لا انا ما بدي يقولوا هيك، وانتم بتعرفوا الناس لق زواج عاملين معي، كتب كتاب، اذا روحت شمت هوا مش مستجري اروح منهم، بس بروح وبصور وبخبي التصوير وبنزله بعدين، لانه بتعرفوا ما بحب انا يقلق راحتي. توك 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 مسجات زواج عاملين معي المتابعين. المهم شو بدكم بالطويل. دار كرزون. دار كرزون يا حصرة اللي انا تاركهم على راحتهم، صار لهم فترة بحاولوا يتنظفوا وبمثلوا انهم خلص الناس نسيت، وعم بيواسوا بنفسهم انه الناس خلص يعني عرفتهم ملاك طاهر ونسيت كل اشي. نو واي، نو واي. لا حبيبتي، الناس ما نسيت شي. هلا بدي احط لكم عندي كمان ستوري اضافية على شرف هذا الموضوع، واكتب عليه ارشيف. ارشيف غير الارشيف اللي عندي باليوتيوب، وغير الارشيف اللي لسه بتلفوني اللي مش فاضي انزله. ارشيف لحتى الناس تضلها متذكرة، كي لا ننسى. شوفوا هون شغلة، هذا البوست بعتوا لي الصبايا، خليني اقرأ لكم اياه، لانه الكل بيعرف انه في عندي 50% اميات، و50% عواقر، و10% بيعرفوا يفكوا الخط. خليني اقرأ لكم هون، و5% صحيح عشان ما اظلمهم متعلمات. خليني اقرأ لكم شو مكتوب. الاشي اللي ما بتشوفه بعينك لا تمثله بلسانك، ريته لسانك القطع. وفي حدا لسه ما شافش اشي. ولسه في حدا ما شافش اشي. كل هالفضايح لسه ما حدش شاف اشي، لسه حدا بده يفسر بلسانه، ولسه حدا ما شافش في عينه. هو ضل في حدا ما شافش اشي. اللي ما شافش اشي يبعتني يا حصرتي. هو لسه حدا لا سمع ولا شاف؟ كل هذا ولسه ما حدا سمع ولا شاف. يخرب بيتكم شو بتنسلوا العفافة. معلش، هلا هي عم بتواسي بحالها انه الناس نسيت، وانه هي بزنس وومان، وانه زي ما سوت مع طوني. زافو بزنس وومان، اربع شركات مسروقات، شي اجي علي اكسبرس، تيما. حبيبتي لا وجه ولا ايدين ولا خصر، والاواعي داخلات فيكي زي اللي نايم باواعي سيدو. حبيبتي بدي افهمك شغله، انت حتى الزقفه شحتيها شحده بالبرنامج اللي رحتي دفعتي علشان تطلعي فيه. انت على اساس تبيضي بختك رحتي سوتي بختك بزياده. غابوا جابوا ياما، جاب لي غراب لمه. انا بشوف مقابلات بيطلعوا لي بالتيك توك مرات، مثلا مقابلات وشغلات، حتى اللي مبلشين هلا الولده يخرب بيتك بيحكوا احسن منك. ما شفتش وحده غميانه وهيك وهي قاعده وعامله مثل ست سماح نسابة ايام المدرسه، هيك كانت تضلها تسوي. الله يرحمها، كانت مديره مدرستي، هيك تكون واقفه على الطابور هيك تضلها تسوي. فانا بقول لك يا حبيبتي، بدل ما تحطي بوستات، البوستات بحطوها صبايا شريفات متهمينهم جديد. انت مش متهمينك، احنا مثبتين عليكي السكر والخمر والدعارة، ومن زلمة لزلمة، وحاولت تسرقي جوز ديما اصلان، وديما اصلان دارت عليكي مي باردة وقلعتك، ويا ما سرقتي جيزان نسوان واخدتي مصاريهم، وقتلتي دينا ماجيك وسميتيهم سام هي وهذا مدير المشاهير شو اسمه
رغد الله يرحمه، شرطة المشاهير. انت عبارة عن قاتلة متسلسلة. يعني انت مش حدا بيتهمك بقول والله هاي البنت يمكن ولعله ولكن، لا، انت سامعينك صوت وصورة. انت حبيبتي بدك تستشرفوا على الصبايا الشريفات المسخمات ولا على المراهقات اللي طلعات جديد؟ لا حبيبتي لا. اذا انت بتفكري الناس مش عارفين كوني حيوانة. اذا بتفكري انه لسه الناس مش عارفين شي والناس هبايل وعاملين هيك وبستنوا بوستاتك تبعات الاستشراف وبستنوا يشوفوك بمطعم وتحكي لهم تصبحوا على خير ويفوتوا على حساب الزبون اللي قاعد معك ويشوفوك بترقصي له سكرانة وخمر وسكر. والمصيبة انتوا الفيديوهات هذه بتنزلوها بايديكم. يعني لو انا كنت قاعد اكيد كنت صورتكم كالعادة مثل ما كنت اصوركم زمان، بس انا مش موجود. انتوا بتفضحوا في حالكم. يعني والله لو سحر اسود ما في كل هالنجاح بهالفضايح، يخرب بيتكم. ولسه داير بتعمل سحورات عند الساحر المغربي لإلي. قتل وموت وخسارة. وراح الزلمة يا حصرتي لانه بيحترمني وبعرف انه انا اللي جبت له الزباين بالصدفة. لما طلعت احكيت القصة اللي صارت لما سحرت كمان مرت اخوك داوود وربطت بناتها باجرها وانا اللي رحت فكيتها عند الزلمة. الزلمة محترم اكتر منك. يعني صح انا دفعت له اكتر منك لحتى قلب السحر عليكي وقلب وشك على بختك على خصرك على ما بعرف شو مثل اطرميز مصر، لا قفا ولا خصر. المهم كل ساق سيسقى والاشي قلب عليكي. الله لا يقيمك. ما حد قالك تروح تعمل سحورات. انا ما بعرف السحورات صراحة، ما خصني، انا ما إلي بالسحورات. اللي بيعمل سحورات هدا اشي تاني. انا فكيت عن حالي سحر وبحكي قدام الناس والاجمعين، اما انا ما بعمل سحورات صدقا. فانا بقولكم يا صبايا، فين يا صبايا صارت انسانة خرفانة تيتا. شوفوا الشيب طوله هيك. بدل ما انت عاملة حالك بدك تعملي مسابقات وبنات، روحي غطي الشيب بعلبة صبغة، ازرعي غطي القرعة، اشتري لك باروكة. شوفي حالتك يخرب بيتك بتحطي بواريك بلاستيك عملات هيك مثل مثل البدلة تبعت العرس. ولك تذكري ايام بواريكي لما كنت تلبسي بواريكي كل البنات يبعتولي ليه شو هالشغل، واو بدنا هيك وبدنا. لليوم والله لليوم بيحكولي بدي الباروكة اللي لبستها لزين، اللي اول باروكة اللي من تحت انام لك يا ليو. لليوم بتنباع هاي الباروكة لليوم. انت حتى باروكة ما معك تشتري. رحت لفيتي على الصين وعلى تايلاند وكذا، حاولتي صراحة لانه الكل بيعرف الشغل الحقيقي غالي يعني، والشغل اليدوي نادر. بتلاقيش حدا بيعطيكي كفالة 10 سنوات زي عندنا من المعمل، بتلاقيش حدا بيعطيكي مميزات للباروكة واستخدام بعيد المدى، بتلاقيش حدا بيعطيكي 4D متقدم وشبكة قوية. في كتير بواريك بالسوق الشبكة تبعتهم بتنمزع مع اول سشوارين، لا بيعطيكي شبكة قوية، بيعطيك تدوم لفترات كتير بعيدة. شو يعني شبكة قوية؟ الشبكة القوية اللي نحن بنحيك عليها الشعر حياكة مش تلزيق، حياكة شعرة. هذا اللي بتتحمل لما بتدخلي على البركة بتسبحي او على البحر والباروكة على راسك، بتتحمل الملح، بتتحمل الصبغات، بتتحمل الحرارة، بتتحمل اي نشفان، ما بتنمزى معك بالسشوار او على الحرارة مثل ما بصير ببواريك تانية. هلا كتير في صبايا بيسترخصوا بيشوفوا بواريك كذا هون وهون بيروحوا بيشتروا، بعد شهر تيجي تقولي يا لي والله انا ندمانة يلا خلاص بدي اشتري من عندك باروكة. لانهم بيعرفوا وين ما لفوا فيش بعد الشغل النظيف اللي معمول عن جد بصدق ومعمول بأمانة ومعمول يدوي. لانه الكل بيعرف الشغل اليدوي ماكن وخصوصا بالبواريك. في كتير بالسوق رخاص وفي كذا هون وهون، بس انت بتضيع فلوسك. بدك 10 بواريك بالشهر تغيير علشان هذا انمزعت وعلشان هذا الشعر نفش وعلشان هذا الشعر مش شعر حقيقي. لا، نحن بنعطيكي شعر انسان طبيعي 100%. شعر نحن اخذناه من صبايا 16 و17 سنة وحيكناه بواريك. انتو شوفوا بس بالصور، انا بصور بدون فلتر دائما بواريكي. شوفوا بالصور الشعر لحاله بيحكي، بعيدا عن الشغل والاشياء المتقدمه اللي بنحطها بالبواريك مثل مانع الانزلاق اللي هي شقف السيليكون اللي بتسمح لك تلبس الباروكي بدون لاصق. انا بواريكي كلياتهم بيلتبسوا بدون لاصق، تلبسي وبتشلحي.
لأنه نحن بنعمل القياسات الدقيقة الطبية على داير الوجه مع السوالف والجبين. فمستحيل حدا يميز، حتى لو عملتي هيك لورا شعرك وحطيتي بوكلي هون، مستحيل من سابع المستحيلات انه حدا يقول لك انه حتى وانت رافعه شعرك، حتى لو بتطلع فيكي هيك عن قريب وقاعده جنبه، مستحيل يقول لك هذه بيروكة على راسك. لانه نحن بنحط 4D لفروه الراس اللي بتخلي الناس لما يطلعوا على راسك يشوفوا الشعر طالع من فروه الراس. استخدام مرتب مريح نظيف خفيف اللي بيسمح لك تلبسيها بأعراس بيوم يوم تحت الشمس بدون حرارة، بدون أعراض بتشوفيها ببواريك تاني وحكي وعرق وما بعرف شو. لا 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 لا، انت بتحافظي على شعرك وبتلبسي بيروكة. وهذا الحلو بكل بواريكنا الطبية اللي نحن أصلا مصممينهم لمرضى السرطان اللي ما بيتحملوا حتى إشي يحطوه على راسهم ولا بتحملوا حرارة. فهذه البواريك نحن أصلا عاملينهم لمرضى السرطان، عافانا وعافاكم الله. فالمهم نرجع للموضوع، إنه أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا لو كانت الظروف عنا أحسن من هيك من اللي بصير هلأ، وكان عندي أصلا وقت من شغلي أكتر، كنت تركتهم على راحتهم مثل ما أنا تاركهم على راحتهم هلأ حاليا. يحاولوا يتنظفوا، يحاولوا يتخيلوا إنه الناس لسه ما شافت الفضايح، يحاولوا يواسوا نفسهم إنه لساتهم شرفاء وإنه لسه الناس مش مكتشفينهم، وإنه لسه بيقدروا يسرقوا البزنس من الناس، وبيقدروا يسرقوا مال العالم، وبيقدروا يشتغلوا بالدعارة المخفية اللي كانت مخفية اليوم صارت علنية. أكيد لا. يعني أنا الحمد لله بديش أنا أحسد حالي وبحبش أحكي عن حالي ولا بحب أمدح نفسي أبدا، بس أنا أصلا مش بس عندي معمل بواريك، أنا عندي كمان بزنس another business ما بقدر أحكي عنه صراحة، لأنه في معي شركاء فيه وكل واحد منا حاطط مبلغ. وفي ناس استثمرت معنا ب$100,000، في ناس حطت $100,000 والحمد لله رجعوا لهم فلوسهم $200,000 بظرف سنة. بس نحن اليوم اللي صفوا بهذا البزنس 3، أنا وكمان شخصين اللي استثمروا أعطيناهم فلوسهم ومربحهم، ونحن صرنا المسؤولين بهذا الموضوع. وأنا ما بقدر أحكي عنه، سامحوني، لأنه هو أصلا مش مثل البزنس اللي بتقول عنه زين اللي كانت هي عاملته لحالها بتقولكم مخفي طلع SHEIN ولا علي إكسبرس ولا بيع بوكل وحلوقة. لا 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 لا, لا. هذا البزنس نحن ما بنحكي عنه، سوري يعني بعتذر سامحوني. بقدر اقولكم عن بواريكنا، معمل بواريكي، الاشياء اللي انا بفرجيكم اياها هون، اما شغلات تاني ما بقدر احكي عنها. فانا الحمد لله ما عندي وقت، لانه عندي 2 بزنس، يعني مش واحد 2. فاصلا لو كان عندي وقت انا والله لطلعت حشيت العصا. تعرفوني انا ما بتزيح لي زاحله، ما بتزيح لي زاحله، انا اعوذ بالله. وخصوصي مسخرة دار كرزون، لأنه هذه المسخرة تبع دار كرزون، خصوصا أنا لأنه أنا بتعرفوا ممثل وبحب التمثيل وعندي هواية التقليد والتجسيد والحوار وكل هاي الأمور، حتى الطريقة المضحكة اللي بتكون، حتى أنا لما بصور الإشي بكون غميان عليه، غميان وبعيد المقطع 3 مرات وأنا أضحك، لأنه عن جد الإشي بضحك. فهذا المحتوى عمل لي كتير شغلات حلوة، لأنه كتير عرفنا على ناس جديدة والناس حبته بطريقة وأخرى. وعندي صارت خزانة هون، كل الشراشيح اللي بيلبسوها دار كرزون هاي صار عندي خزانة. بس تخلص الحرب والناس تصير يعني شوي بالها أفضى والواحد يضحك براحته يتفهلك، راح أعمل عرس ومهرجان بإذن الله الكريم، كل يوم لبسة، كل يوم مسخرة، لخليهم يختفوا عن الشاشات مثل ما اختفت ميدو مرة. متذكرين لما اختفت ميدو عن الشاشة لأنه كانت كل إشي تلبسه وأقلده؟ هيك راح أصير أسخم أسخم بلايفاتي بتقليدي، راح أصير حتى أفضي شوي أجيب صبايا بس ياخدوا الفيديوهات وينشروها ممول علشان تطلع للكل، مثل ما بيعمل هذا أبو مويس الكذاب اللي زين عشقانيته، اللي بيمثل إنه عنده بيوت في ميامي وطلع شوفير سيارة. ما بقولكم الناس مظاهر، لا تنخدعوا، كله ممول. هاي الفيديوهات تطلع لكم ممولة، وهيك رح تصير تطلع لكم الفيديوهات اللي بقلدها على دار كرزون. والمحتوى اللي أنا كتير بحبه ونجحت فيه كتير اللي هو المسخرة والفضايح تبع دار كرزون. أنا أعذر من أنذر، هيني بقولكم من هلأ وعد، بس تخلص الحرب، هي بيقولوا رح تخلص يعني قريبا إن شاء الله، الله يهدي بال الجميع، وإن شاء الله ما بيصير حرب ونعيش بسلام.
وخلص الواحد هيك باله يصير هادي وفاضي، وننبسط مع بعض اكتر، ويكون الاشي يعني حلو. بتعرفوا، الله يهدي البال يا حبايب. وبرجع بقولكم ليس كل من يلمع ذهب. يعني قديش كنتوا مخدوعين، انا كمان كنت مخدوع، بعدين الاشي تكشف وانكشف والحمد لله. يعني في كتير ناس عم تشكرني لليوم انه كيف كانوا مخدوعين بدار كرزون وفجأة الاشي اتكشف على العلن. وبرجع بقول هذا ايد رب العالمين، لما الله بده يفضح البني ادم بيفضحه. فانا بقول هاي الانسانة سرقت اموال الناس، البزنس، قتلت، عملت، سوت، يعني ابسط ما فيها هذه الفضيحة. يعني كانت نقطة في بحر، يعني شخص راحوا كل حساباته، من لما راحوا كل حساباته وصل اكبر فضيحة. يعني عشان تعرفوا انه اللي بده يوصل شيء ربنا بيكون واقف معه بوصله. يمكن ربنا عاقبهم لانه عن جد شاف انه سرقوا مني وسرقوا من غيري، يعني اتس فاين. بس انا برجع بقول انا انسان عيني مليانة وما بقلق بشي، بس انا عملت هذا المحتوى لانه عن جد كان بضحك. وهذا المحتوى تبع الفضيحة الناس حبته، وبنطلب مني كتير حتى لليوم. كل يوم بوصلي بوستات ليو اطلع احكي، ليو اطلع قلد، ليو اطلع كذا، امانه فشلنا غلنا. يعني انا فاشش غل الشعب صراحه، بقولكم اياها بوضوح. فان شاء الله يا رب تعيشوا كلكم مبسوطين ومثل ما بدكم واكتر، وبصحه، ولا فاقدين ولا مفقودين. وجمعة مباركة علينا وعليكم. وانتظروني، استنوا بس تخلص الحرب، والله لفش خلقكم عن مزبوط. خلاص راح نفرجي اللي ما شاف، وتطلع ممول، واطلع حديث الترند كمان مرة، واخطف الترند كلياته. صبرا بالله وبالله المستعان، صبرا جميل وبالله المستعان. خربطنا. جمعة مباركة. أنسة حياة، احنا جاهزين، تفضلي. اوكي، شوي بغطي التجاعيد وبالحاك. خطوتنا واحنا رايحين بتكون أتقل من الجبل. لو وقفتي على منصة المسرح وكان الجمهور كل الأشخاص اللي عرفتيهم بحياتك، شو بتحكي لهم؟ صراحة الجنة بدون ناس ما بتنداس، وخصوصا مع الخواريف تبعولنا. وكتير منكم قدمت لهم كتير وما راح أكفي، وكتير منكم كشفنا على البدري، ومنكم يستحق أن يكون بمزبلة التاريخ. شو هو الاشي اللي اذا قلتيه ما بيصدقه حدا؟ اشي ما حدا بيصدقه انه القطعة لما بتيجي، احنا بنات كرزون بالعادة القطعة بتلف علينا كلنا، لازم احنا كلنا نلبس نفس القطعة، وبعدين احنا بنوزعها بعد ما نلبسها كلنا الخوات طبعا. واكبر دليل ان انا اليوم لابس القطعة هاي اللي لبستها زين زي ما انتم شايفين، قبل كان عندها بالفوتوشوت. قرب على الكاميرا شوي. اوكي، نفس القطعة، اشي ما حدا بصدق. قلت لي انت لو كان في شخص مخرج ومؤلف لحياتك العاطفية، شو بتحب تحكي له؟